التاني موضوع مصطفى محمد. طلع كابتن احمد ضوضار قال لك ان مصطفى محمد، يعني كابتن احمد ضوضار هو اللي بيقول نجم نادي الزمالك، بيقول ان مصطفى محمد عايز يجي الاهلي. وكابتن احمد ضوضار مش بيقول مثلا قال لاصحابه مثلا فوصل له الكلام، لا ده هو بيقول لك من بق مصطفى محمد. يعني مصطفى محمد بيفكر ان هو يجي النادي الاهلي، بس بشرط ان هو مثلا لما يلعب مع الاهلي كاس العالم وجاله عرض كويس يمشي. هو مصطفى محمد حاليا مع نانت الفرنسي مش اداؤه احسن حاجه، فهو بيفكر مثلا يجي النادي الاهلي، سواء بقى الاهلي يشتريه او يجي اعاره مثلا 6 شهور، بحيث ان هو يلعب ويقدم مع النادي الاهلي فيجي له عرض كويس او يتشاف فيمشي بقى، سواء بقى الاعاره بقى تنتهي مع النادي الاهلي فيروح بقى مثلا يشتروه من نانت ويروح، او يشتروه من النادي الاهلي. فمصطفى محمد بيفكر ان هو يجي النادي الاهلي، بس الصراحه ما افتكرش ان مصطفى محمد يجي الاهلي. ليه بقى؟ مصطفى محمد وهو ماشي من نادي الزمالك مشى